على الاداء والالتزام والانضباط. انا ده اهم شيء بالنسبه لي. لا حسينا في مباراه كرواتيا بخطوره كتير على المرمى بالرغم من اللاعبين بيلعبوا قدام اسماء ممتازه. هنا زياش وخبرته واهميه رؤيته للملعب، لاعب عنده ثقه وعنده شخصيه وعنده رؤيه لتحرك زملائه في خلال المباراه. فانا اشوف ان هو مكسب كبير جدا جدا وجود زياش مع الفريق، واضافه اكثر من رائعه وممتازه. نعم. ولما طالب الجمهور بوها خالد، جمهور المغرب لما طالب زياش، انا عارفون على زياش يحتاجوا المنتخب ويحتاجوا فرق الوطن، يحتاج تعنت بعض الاحيان قوي، تعنت المدرب في عمليه المناداة على اللاعبين هو ومزراوي على اشياء ولا الدار البيضاء طبعا. وبالتالي فعلا هي احدى مزايا وليد الركراكي انه اعاد اللاعبين بين قوسين المبعدين عن المنتخب، يعني حمد الله، زياش، وكلهم هؤلاء كان اليوم لهم دور في هذا الفوز. لانه لما نتكلم على اللاعبين هم في حاجه الى النقاش، في حاجه الى الحوار. لا اعتقد انه زياش غير محترف، لو كان غير محترف لما لعب في اياكس تالق، ولما انت تفكر تشيلسي فيه. لما نتكلم على مزراوي اكيد في مشكل عميق في سبب المدرب القديم، وبذلك هي اكيد وكان مصر على موقف وابعاد اللاعبين. اكيد لابد ان نشيدك ذلك باداء رئيس الاتحاد بمعنى في قالته والتعويل على وليد الركراكي. ولما نتكلم هو انتصار كذلك للمدرب المحلي، كذلك لابد ان نشيد بالمدرب وليد الركراكي وما قدمه لغايه الان. ليس سهل اليوم الدخول في كاس العالم في فتره قصيره وتقديم كل هذا الاداء. اكيد نختلف نتفق في اداء نوعا ما في تفاصيل اكيد، لكن نحن في الاخير هنالك نتيجه. اكيد اليوم الجماهير المغربيه بعد نوعا ما من ابتعادها على التالق على المستوى العالمي تعود من باب الكبير بتعادل وانتصار وباداء نوعا ما مقنع وباشراك لاعبين كبار. لما نتكلم في الهدف الثاني الذي سجل، احنا نتكلموا على الرسم التكتيكي ونتكلموا على الاداء الجماعي، لكن لابد ان نشيد بالاداء الفني. من يصنع الفارق؟ يصنع الفارق اللاعب حكيم زياش. اول حمد الله بالرأسية اللي تكلم عليها، ثم هذا الهدف المباشر. اكيد لاحظ هذا الهدف سايس كان موجود في كل هدف، كان الحمد لله ما كان متسلل، الحمد لله ما كان متسلل. تحرك صح لكن سايس كان دائما يتحرك جدا. لكن الهدف الثاني لاحظ زياش والحركه الفنيه، وهذا نتكلم على امكانيات لاعب، امكانيات لاعب في جعل من كره ميته ليس هنالك فرصه الى فرصه حقيقيه للتسجيل. وهذا دائما نتكلموا الفوارق ما بين منتخب ومنتخب. منتخب المغربي فيه الامكانيات العاليه كما شاهدنا بوفال في الاول، كما شاهدنا في دخول بوخلال وصابير في التسجيل. هذا الهدف الثاني. لاحظ حمد الله اول كره بالراس، ثم لاحظ زياش كره ميته ليس هنالك فرصه. صحيح. هنا الحركه الفنيه لزياش. هنا نتكلم عن امكانيات لاعب اللي في تشيلسي، ولذلك تشيلسي قام بالاستثمار في هذا اللاعب. نعم. فنحن نتكلم على امكانيات لاعبين تصنع الفارق. هنيئا للمغرب بهذا المنتخب، هنيئا المغرب بهؤلاء اللاعبين، وانا اعتقد اتمنى ان يستمروا على هذا الاداء وعلى هذا المستوى، ونتمنى ان نتشارك معهم الفرحه الكبرى ان شاء الله بالتعاون. تصاعد في الاداء المغربي اكيد.